قصة الإسراء والمعراج قصة غريبة وعجيبة جدا، مليانة حاجات خارقة محدش يقدر يصدقها. كل اللي ورد فيها حاجات غريبة جدا وخارقة، محدش يقدر يصدقها ولا يستوعبها إلا اللي مؤمن فعلا بالله، وعارف إن الإيمان بالله ما بيكتملش غير بالإيمان والتصديق بكل اللي جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فبالمنطق والعقل مستحيل شخص يسافر من أكتر من 1400 سنة من مكة للقدس رايح جاي في ليلة واحدة، في حين إن الإمكانيات في الوقت ده كانت مجرد الخيل والجمال، وبقدراتهم وإمكانياتهم دي كانوا كل اللي يقدروا يعملوه إن هم يطلعوا رحلتين بس في السنة. ربنا سبحانه وتعالى قال عنهم في القرآن: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فهم بقدراتهم ما كانوش يقدروا يعملوا غير رحلتين بس في السنة. الرحلات دي كانت رحلات تجارة بتخرج من مكة للشام عشان يبيعوا ويشتروا من أهل الشام في الوقت ده، والرحلة الواحدة كانت بتاخد أسابيع وشهور. تخيلوا معايا كده ان هو بيروح في شهور ويرجع في شهور، بيعمل رحله واحده بس في الصيف ورحله واحده بس في الشتاء. فما كانش في اي منطق او عقل يخليهم يصدقوا ان هو خرج من مكه وراح القدس رايح جاي في ليله واحده بس. لكن احنا كمسلمين واجب علينا ان احنا نصدق ونؤمن بالرحله دي. لازم نصدق ونؤمن ان كلام النبي صلى الله عليه وسلم صدق، ان ربنا سبحانه وتعالى قال: ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. فكل الكلام اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيقوله سواء في الاسراء والمعراج او في اي حاجه تانية، واجب على كل مسلم صحيح العقيده وصحيح الاسلام ان هو يصدقه ويامن بيه، لان كل الكلام اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيقوله هو وحي من ربنا سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة أبو العباس شو، القناة اللي دايما متعودين نقدم عليها قصص ومعلومات مشوقة وممتعة جدا، وفيديوهاتنا اللي دايما بتكون بتجمع بين المتعة والفايدة. وإن شاء الله فيديوهاتنا تعجبكم. لو ده أول فيديو تشوفه ليا، انزل بسرعة اعمل اشتراك للقناة وفعل الجرس عشان دايما يوصلك كل جديد. تقدر كمان تتابعني على مواقع السوشيال ميديا اللي هتلاقي اللينكات بتاعتها في وصف الفيديو. وعشان ما اطولش عليك كتير، يلا جهز مشروبك وتعالى بسرعة عشان نبدأ قصة النهاردة. اتوفت أم المؤمنين السيدة خديجة رضي الله عنها، واللي كانت تعتبر أكتر واحدة بتنصر النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت ده. وبعدها بشهور قليلة جدا اتوفى عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب، واللي كان أكتر الناس نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم من الرجال، لدرجة إن السنة دي اللي توفى فيها السيدة خديجة وعمه أبو طالب اتسمت عام الحزن. وده كان بسبب ان النبي صلى الله عليه وسلم حزن حزن شديد جدا على فقدان السيده خديجه وفقدان عمه ابو طالب، لان هما الاثنين كانوا اكتر اتنين بينصروه ويساندوه ويساعدوه ضد المشركين والكفار في الوقت ده. فبعد وفاه السيده خديجه وعمه ابو طالب اشتد الاذى جدا على النبي صلى الله عليه وسلم من كفار قريش. في الوقت ده النبي صلى الله عليه وسلم وصل لحاله من الاذى والحزن الشديد جدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم فاض بيه وحس ان خلاص اهله دول مفيش منهم رجا. فقرر ساعتها ان هو يسافر للطائف ويعرض نفسه عليهم. كان عنده امل ان هو لما يروح الطائف يلاقي حد يقف جنبه ويساعده ويسانده زي السيده خديجه وزي عمه ابو طالب. لكن للاسف اللي حصل في الطائف هو اللي حصل معاه في مكه. اهل الطائف ما وقفوش معاه وكذبوه، ده غير كمان ان هم وصل بيهم الحال ان هم يسلطوا الصبيان والعبيد والاطفال على النبي صلى الله عليه وسلم، سلطوهم عليه عشان يسبوه ويشتموه وكمان يحدفوه بالحجاره، لدرجه ان هم ادموا قدم النبي صلى الله عليه وسلم الشريفه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان هو من كتر الاذى والحزن الشديد اللي كان عليه مشي من الطائف وخرج منها وما كانش عارف هو مشي قد ايه. فضل ماشي مهموم وحزين ومش دريان بالدنيا. وفي الوقت ده سيدنا جبريل عليه السلام جه للنبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه وقال له ان هو معاه ملك الجبال. ملك الجبال سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. والأخشبين دول جبلين كبار جدا في مكة، والعلماء بيقولوا إن المقصودين هنا هم قريش، هم أهل مكة مش أهل الطائف، لأن أهل مكة هم اللي بدأوا بإيذائه، هم اللي اضطروا إن هو يخرج ويعرض نفسه على الطائف. وهنا يجي الرد الرحيم من النبي صلى الله عليه وسلم ويرفض إن هو يطبق عليهم الأخشبين، يرفض ان هو يهلكهم ويعذبهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: سيبهم يمكن يخرج منهم اللي يعبد ربنا سبحانه وتعالى. سبحان الله، ده اللي حصل فعلا. ابناء الكفار في الوقت ده هم اللي كان لهم دور كبير جدا بعد كده في نصرة الاسلام والمسلمين. فعندك مثلا سيدنا خالد بن الوليد بن المغيرة. الوليد بن المغيرة ده كان واحد من الكفار اللي بيأذوا النبي صلى الله عليه وسلم، واللي ربنا سبحانه وتعالى انزل فيه قرآن بيتوعده بالنار. ربنا سبحانه وتعالى قال فيه: سأصليه سقر. وعندك مثلا سيدنا عكرمة بن ابي جهل ابن ابو جهل، واحد من اكتر الناس اللي اذوا النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عكرمه ربنا من عليه واسلم بعد فتح مكه، وكان واحد من افضل المجاهدين في سبيل الله، وغيره كتير من ابناء الكفار والمشركين اللي كانوا اعمده من اعمده الدين. فبعد عام الحزن والايذاء اللي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم من اهل مكه والايذاء اللي حصل له من اهل الطائف، ربنا سبحانه وتعالى اراد ان هو يبسطه ويفرحه، أراد إن هو يسر عليه بالرحلة الغريبة والعجيبة دي، الرحلة اللي عمرها ما حصلت لأي بشر قبل النبي صلى الله عليه وسلم. الرحلة دي كانت تكريم للنبي صلى الله عليه وسلم، وكمان ربط على قلبه عشان ربنا سبحانه وتعالى يوريه إن هو معاه، إن هو واقف معاه وبيسنده وبيساعده. رحلة الإسراء والمعراج رحلة حقيقية وردت في القرآن والسنة النبوية. فربنا سبحانه وتعالى قال عن رحلة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا
إنه هو السميع البصير. وربنا سبحانه وتعالى قال عن المعراج: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ده غير كمان إن رحلة الإسراء والمعراج وردت في أحاديث كتيرة جدا، وطبعا أصح الأحاديث دي الأحاديث اللي وردت في صحيح البخاري وصحيح مسلم. حديث الإسراء والمعراج وردت عن صحابة كتير جدا، واللي منهم سيدنا عبد الله بن عباس وسيدنا عبد الله بن مسعود وسيدنا أبو ذر الغفاري. وأشهر الأحاديث وردت عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه. الروايات اللي وردت عن قصة الإسراء والمعراج كتيرة جدا، منها الأحاديث اللي اتكلمت عن الحاجات اللي النبي صلى الله عليه وسلم شافها على الأرض، ومن الأحاديث اللي اتكلمت عن الحاجات اللي النبي صلى الله عليه وسلم شافها في السماء. فاحنا بإذن الله هنحاول نجمع القصة من كل الأحاديث دي ونذكر كل التفاصيل اللي وردت فيها بإذن الله. والعلماء مختلفين في وقت رحلة الإسراء والمعراج، فبعض العلماء قالوا إن هي كانت قبل الهجرة بسنة، وبعضهم قال إن هي كانت قبل الهجرة ب 13 شهر، بعضهم قال قبل الهجرة ب 15 شهر، وبعضهم قال 5 شهور. فبشكل عام في اختلاف بين العلماء عن ميعاد الرحلة، لكن العلماء كلهم مجتمعين إن هي كانت بعد عام الحزن بعد وفاة السيدة خديجة وعمه أبو طالب، وكانت قبل الهجرة للمدينة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن هو في ليلة من الليالي كان نايم في الحجر، وفي رواية تانية كان نايم في الحطيم، والحطيم دي منطقة موجودة في مكة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن هو نايم جاله سيدنا جبريل عليه السلام، وفي رواية تانية جاله سيدنا جبريل ومعاه 2 من الملائكة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن سيدنا جبريل عليه السلام شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم من أول هنا لحد نهاية بطنه. بعد ما سيدنا جبريل فتح صدر النبي صلى الله عليه وسلم خرج قلب النبي صلى الله عليه وسلم وغسله بماء زمزم. بعد كده سيدنا جبريل عليه السلام جاب إناء من الذهب. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الإناء كان مليان إيمان وحكمة. سيدنا جبريل خد قلب النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما غسله بماء زمزم وملاه بالإيمان والحكمة اللي هم موجودين في الإناء اللي من ذهب ده. بعد كده خد قلب النبي صلى الله عليه وسلم وحطه تاني في صدره وقفل صدر النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا قصة زي دي قصة غريبة وعجيبة جدا في وقت زي ده. يعني إيه واحد صدره يتفتح ويخرج منه قلبه يتغسل وبعد كده يرجع تاني يتقفل عليه ويرجع تاني عايش وما يبقاش فيه اي مشاكل وما عندوش اي تعب ولا اي الم؟ لكن سبحان الله في الوقت اللي احنا فيه ده عمليات القلب المفتوح عمليات عاديه جدا وبتحصل كتير جدا من الناس. المريض دلوقتي بيفتحوا صدره ويطلعوا قلبه ويفتحوا قلبه نفسه ويغيروا الصمامات ويعدلوا فيها ويخيطوه ويرجعوه تاني، ومفيش اي مشكله ومحدش فينا بيستغرب من حاجه زي كده. لكن طبعا كلنا عارفين ان عمليه زي دي مستحيل تتم غير بتخدير قوي جدا، لان مستحيل انسان طبيعي يستحمل احداث العمليه دي. مستحيل حد يستحمل ان هم يفتحوا صدره، حد يفتح صدره ويقطع ضلوعه ويفتحها بعد كده يطلع قلبه. مستحيل حد يستحمل الاحداث المؤلمه دي من غير ما يكون واخد بنج. ده غير كمان ان بعد ما العمليه بتخلص بيبقى عنده تعب شديد جدا بيستمر الايام ويمكن شهور. لكن سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم ما حسش باي تعب ولا الم في الوقت ده. وكمان تاكيد لقصه شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم ورد ان الصحابه كانوا بيقولوا ان هم شايفين اثار الخياطه او الفتح اللي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في صدره. وهنا بيجي سؤال مهم: ليه ربنا سبحانه وتعالى أراد إن النبي صلى الله عليه وسلم يتشق صدره؟ ليه أراد إن النبي صلى الله عليه وسلم يتشق صدره ويخرج منه قلبه ويتحشي الإيمان والحكمة؟ مع إن ربنا سبحانه وتعالى قادر إن هو يحط الإيمان ده في قلب النبي صلى الله عليه وسلم من غير ما يشق صدره. العلماء هنا بيقولوا إن ربنا سبحانه وتعالى أراد إن هو يزود يقين وإيمان النبي صلى الله عليه وسلم، أراد إن هو يخليه يشوف بعينه إن صدره بيتفتح وضلوعه بتتكسر وقلبه بيخرج منها، وكل الاحداث دي بتحصل بدون اي الم او ايذاء او تعب للنبي صلى الله عليه وسلم. وده اللي خلى النبي صلى الله عليه وسلم عنده يقين قوي جدا بالله سبحانه وتعالى. ده غير كمان ان ده كان سبب ان النبي صلى الله عليه وسلم يكون من اشجع الناس وما يخافش من اي حاجه بتحصل قدامه او اي احداث بتحصل له بعد كده. لان تخيلوا واحد شاف صدره وهو بيتفتح وبيخرج منه قلبه وبيرجع تاني، ايه اللي هيخوفه بعد كده اصلا؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان بعد كده جاله البراق. النبي صلى الله عليه وسلم بيوصف البراق ده وبيقول عنه ان هو كان لونه ابيض وبين البغل والحمار، والبراق ده هو دبه سريعه جدا. النبي صلى الله عليه وسلم بيوصفه وبيقول ان حافره بينتهي عند مد بصره، يعني هو بياخد ما بين الخطوه والتانيه عند نهايه بصره. فتخيلوا معايا سرعته عامله ازاي. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان هو اتحمل عليه، يعني ركب البراق. وفي روايه تانية النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان البراق جاله مسرجا ملجما فاستصعب عليه، فسيدنا جبريل قال للبراق: ابو محمد انت تفعل، انت بتعمل كده بالنبي صلى الله عليه وسلم، فما ركبك احد اكرم على الله منه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان البراق في الوقت ده جسمه كله بقى بيتصبب من العرق. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان هو ركب البراق لحد ما وصل عند بيت المقدس وربط البراق في الحلقه اللي الانبياء بيربطوا فيها. دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيت المقدس وصلى ركعتين، وبعد ما خلص صلاته لقى حواليه كل الانبياء. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان هو شاف سيدنا موسى عليه السلام واقف بيصلي، وكمان شاف سيدنا عيسى عليه السلام واقف بيصلي. بيوصفه بيقول ان اقرب الناس شبه ليه وسيدنا عروه بن مسعود. بيقول كمان للصحابه ان هو شاف سيدنا ابراهيم عليه السلام واقف بيصلي، وبيوصف سيدنا ابراهيم عليه السلام وبيقول لهم ان اقرب الناس شبه ليه هو صاحبكم، وصاحبكم يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم. بعد كده جه وقت الصلاة،
والنبي صلى الله عليه وسلم أم الأنبياء وصلى بيهم كلهم. بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم خلص الصلاة، في قائل قال للنبي إن ده مالك خازن النار فسلم عليه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن هو التفت عشان يسلم على مالك، فمالك بدأوا بالسلام، يعني مالك هو اللي قال له السلام عليكم. بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم خلص صلاة خرج من بيت المقدس. سيدنا جبريل جاله بإناءين، إناء فيه خمر وإناء فيه لبن. النبي صلى الله عليه وسلم اختار الإناء اللي فيه اللبن، وهنا سيدنا جبريل قال له اخترت الفطرة. بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم عرج بنا إلى السماء، ومن هنا بتبدأ رحلة المعراج. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول سيدنا جبريل خد النبي صلى الله عليه وسلم وصعد بيه للسماء الدنيا، ولما طلعوا للسماء الدنيا سيدنا جبريل استفتح، واستفتح معناها ان هو طلب الاذن بالدخول، زي ما احنا بنقول كده خبط على الباب، خبط على باب السماء عشان يفتحوا له ويخشوا للسماء الدنيا. اهل السماء الدنيا ردوا عليه وقالوا له من هذا؟ قال لهم جبريل. قالوا له ومن معك؟ قال لهم محمد صلى الله عليه وسلم. سالوه قالوا له وقد ارسل اليه؟ قال لهم نعم. اهل السماء ردوا وقالوا مرحبا به فنعم المجيء جاء، واتفتح باب السماء الدنيا ودخل النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا جبريل. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لما دخلت شفت واحد على يمينه أسودة وعلى شماله أسودة. أسودة جاية من سواد الشعر، يعني على يمينه ناس كتير وعلى شماله ناس كتير. لما يبص للناس اللي على يمينه بيضحك، ولما يبص للناس اللي على شماله بيبكي. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل سيدنا جبريل وقال له هو مين ده؟ سيدنا جبريل رد عليه وقال له ان ده ابوك آدم فسلم عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم سلم على سيدنا آدم عليه السلام. سيدنا آدم رد على النبي السلام وقال له مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. بعد كده سيدنا جبريل قال له الناس اللي موجودين على يمينه وشماله دول ذرية سيدنا آدم، كل البشر اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقهم. اللي موجودين على يمين سيدنا آدم هم أهل الجنة، واللي موجودين على شمال سيدنا آدم هم أهل النار. فسيدنا آدم لما بيبص لأهل الجنة بيضحك، ولما بيبص لأهل النار بيبكي. بعد كده صعد هو سيدنا جبريل للسماء الثانية، ولما طلع للسماء الثانية سيدنا جبريل استفتح. أهل السماء قالوا له من هذا؟ قال لهم جبريل. قالوا له ومن معك؟ قال لهم محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا له وقد أرسل إليه؟ قال لهم نعم. أهل السماء ردوا قالوا مرحبا به فنعم المجيء جاء، وفتحوا له. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لما دخلت لقيت سيدنا يحيى عليه السلام وسيدنا عيسى عليه السلام ولاد الخالة. سيدنا جبريل عليه السلام قال له دول يحيى وعيسى فسلم عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليهم وردوا عليه السلام وقالوا له مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. بعد كده سيدنا جبريل صعد بالنبي صلى الله عليه وسلم للسماء الثالثة، ولما طلع فوق استفتح، وأهل السماء قالوا له من هذا؟ قال لهم جبريل. قالوا له ومن معك؟ قال لهم محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا له وقد أرسل إليه؟ قال لهم نعم. أهل السماء ردوا وقالوا مرحبا به فنعم المجيء جاء، وفتحوا له أبواب السماء الثالثة. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل شاف سيدنا يوسف عليه السلام. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فإذا به قد أعطى شطر الجمال، يعني ربنا سبحانه وتعالى اداله نص الجمال اللي موجود في الدنيا. سيدنا جبريل قال له ده يوسف وسلم عليه. النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه، وسيدنا يوسف رد عليه السلام وقال له مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. بعد كده سيدنا جبريل صعد بالنبي صلى الله عليه وسلم للسماء الرابعة، ولما طلعوا سيدنا جبريل استفتح. أهل السماء ردوا عليه وقالوا له من هذا؟ قال لهم جبريل. قال له ومن معك؟ قال لهم محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا له وقد أرسل إليه؟ قال لهم نعم. قال له مرحبا به فنعم المجيء جاء، وفتحوا له أبواب السماء الرابعة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لما دخلت لقيت سيدنا إدريس عليه السلام. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ورفعناه مكانا عليا، فسيدنا جبريل قال له ان ده إدريس سلم عليه. النبي صلى الله عليه وسلم سلم على سيدنا إدريس، وسيدنا إدريس رد عليه السلام وقال له مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. بعد كده سيدنا جبريل عليه السلام صعد بالنبي صلى الله عليه وسلم للسماء الخامسة، ولما طلعوا للسماء سيدنا جبريل استفتح. أهل السماء قالوا له من هذا؟ قال لهم هذا جبريل. قال له ومن معك؟ قال لهم محمد صلى الله عليه وسلم. سألوه قالوا له وقد أرسل إليه؟ قال لهم نعم. قال لهم مرحبا به فنعم المجيء جاء، وفتحوا له أبواب السماء الخمسة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لما دخلت شفت سيدنا هارون عليه السلام. سيدنا جبريل قال له ده هارون سلم عليه، فسلم على سيدنا هارون، وسيدنا هارون رد عليه السلام وقال له مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. بعد كده سيدنا جبريل صعد بالنبي صلى الله عليه وسلم للسماء السادسة، ولما طلعوا سيدنا جبريل استفتح. أهل السماء قالوا له من هذا؟ قال لهم جبريل. قالوا له ومن معك؟ قال لهم محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا له وقد أرسل إليه؟ قال لهم نعم. أهل السماء ردوا قالوا مرحبا به فنعم المجيء جاء، وفتحوا له أبواب السماء الستة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لما دخلت شفت سيدنا موسى عليه السلام. سيدنا جبريل قال له إن ده موسى فسلم عليه. النبي صلى الله عليه وسلم سلم على سيدنا موسى، وسيدنا موسى رد عليه السلام وقال له مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فلما تجاوزته بكى، يعني بعد ما عديت من سيدنا موسى سيدنا موسى بكى. فاتسأل انت بتبكي ليه؟ سيدنا موسى رد وقال ابكي لان غلاما بعث بعدي يدخل من امته الجنه اكثر ممن يدخل من امتي. سيدنا موسى عليه السلام كان زعلان لان اللي هيدخلوا من امه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الجنه اكتر بكتير من اللي هيدخلوا من امه سيدنا موسى الجنه، فهو كان زعلان على امته. بعد كده سيدنا جبريل صعد بالنبي صلى الله عليه وسلم للسماء السابعه، ولما طلعوا للسماء السبعه سيدنا جبريل عليه السلام استفتح. اهل السماء قالوا له من هذا؟ قال لهم جبريل.
قالوا له ومن معك؟ قال لهم محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا له وقد أرسل إليه؟ قال لهم نعم. أهل السماء ردوا قالوا مرحبا به فنعم المجيء جاء، وفتحوا له أبواب السماء السبعة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لما دخلت السماء السبعة لقيت سيدنا إبراهيم عليه السلام. سيدنا جبريل قال له إن ده أبوك إبراهيم فسلم عليه. النبي صلى الله عليه وسلم سلم على سيدنا إبراهيم عليه السلام، وسيدنا إبراهيم رد عليه السلام وقال له مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. وفي رواية تانية النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أنا شفت سيدنا إبراهيم وهو ساند ظهره على البيت المعمور. البيت المعمور ده هو الكعبة اللي موجودة في السماء، وكل يوم بيخش البيت المعمور 70,000 ملك بيطوفوا بالبيت المعمور ويخرجوا وما بيخشوش تاني أبدا. فكل يوم بيخش 70,000 ملك جداد يطوفوا بالبيت المعمور وما يخشوش تاني أبدا. فتخيلوا معايا كده عدد الملائكة قد إيه، عدد الملائكة قد إيه اللي كل يوم بيخش منهم 70,000 ملك للبيت المعمور وما يخشوش تاني أبدا، من أول خلق الملائكة لحد قيام الساعة. عدد مهول جدا ملوش نهاية. ولما كل العدد ده هو بس الجنس اللي بيطوف بالبيت المعمور، دول بس الفصيلة أو الجماعة من الملائكة اللي بيطوفوا بالبيت المعمور، أما الباقي أجناس الملائكة قد إيه؟ الملائكة اللي بيركعوا والملائكة اللي بيسجدوا والملائكة اللي بيسبحوا والملائكة اللي بيعبدوا، كل دول أجناس كتيرة جدا ملهاش أي عدد. وسبحان الله لما كل العدد المهول ده هو مجرد مخلوق واحد من مخلوقات ربنا، مجرد مخلوق واحد هو الملائكة، امال باقي مخلوقات ربنا قد ايه؟ عددهم قد ايه ومكانهم فين وعايشين ازاي؟ ولما كل المخلوقات دي ربنا سبحانه وتعالى بيوصفها ان هي كلها موجوده في يمينه. سيدنا عبد الله بن مسعود بيقول ان في يوم من الايام جه حبر من احبار اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد انا نجد ان الله يجعل السماوات على اصبع والاراضين على اصبع والشجر على اصبع والماء والثرى على اصبع وسائر الخلق على اصبع فيقول انا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. ورد كمان عن سيدنا عبد الله بن عمر إن هو قال يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. بعد ما سيدنا إبراهيم عليه السلام سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا إبراهيم قال للنبي يا محمد أبلغ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان غرسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وهنا العلماء بيقولوا إنه بيوصل لنا رسالة بيعرفنا إن الجنة جميلة وكل حاجة بس هي فاضية. قيعان يعني فاضية، وغرسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يعني الأعمال اللي أنت هتعملها هي اللي هتكون غرس لجنتك. كل واحد هينشئ جنته بنفسه في الدنيا. أقوالك وأعمالك وتسبيحك وذكرك لله وأعمالك الصالحة، كل الحاجات دي هي اللي هتكون غرس ليك في الجنة. كل الحاجات دي هي اللي هتعمل لك جنتك، هي اللي هتنشئ لك الزروع والثمار، هي اللي هتنشئ لك البيوت والقصور والأنهار. فكل واحد مسؤول عن إنشاء جنته، كل واحد مسؤول عن صناعة جنته اللي هو هيعيش فيها بالآخرة، هيصنعها بأقواله وبأفعاله. وبكده نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. الفيديو ده هو الجزء الأول من قصة رحلة الإسراء والمعراج. احنا اتكلمنا في الفيديو ده عن الأحداث اللي حصلت قبل الإسراء والمعراج، وكمان اتكلمنا عن رحلة الإسراء والمعراج لحد ما النبي صلى الله عليه وسلم وصل للسماء السابعة وقابل فيها سيدنا إبراهيم عليه السلام. إن شاء الله في الفيديو اللي جاي هنكمل كلامنا عن قصة الإسراء والمعراج، وهنعرف الحاجات اللي النبي صلى الله عليه وسلم شافها، وكمان هنتكلم عن لقاء النبي صلى الله عليه وسلم بربنا سبحانه وتعالى. ويا رب تكونوا استفدتوا من المعلومات دي. لو وصلت لحد هنا ولسه ما عملتش اشتراك للقناة، انزل بسرعة اعمل اشتراك للقناة وفعل الجرس عشان دايما يوصلك كل جديد. تقدر كمان تتابعني على مواقع السوشيال ميديا اللي هتلاقي اللينكات بتاعتها في وصف الفيديو. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.